يوم الجمعة وأهلي وزمالك أكيد في قمة كروية مصرية، بس دايما لما تكون يوم الجمعة أعرف إن في بطل واحد لنهائي أي بطولة فهو النادي الأهلي. هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وإمام عاشور من كان يضرب لهم في الماضي فهو الآن يضرب في مرمى الزمالك. اهلاوي امام عاشور اهلاوي. بقول لك يا سوري خش قول لهم الكلمه اللي بتجننوا. عاشور 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 عاشور. واليوم وبعد القضية ممكن قفشة يسجل الهدف الثاني في نهائي وهو نهائي الكأس ليكون شباك الزمالك ومرمى الزمالك برعاية محمد مجدي قفشة. الأهلي ده حياتنا شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن أغلى الإنجازات. في جمهور من الزمالك هيقول ان الزمالك لعب، بالعكس انا شايف ان لا في كرة هنا ولا في كرة هنا. الزمالك استحوذ بس استحواذ سلبي جدا، وكان جوميز كان بيلعب على كرة واحدة من خلف علي معلول وبين محمد عبد المنعم وعلي معلول ويخلي زيزو يفتح العرض الملعب ويلعبها في المنطقة دي عشان ناصر ماهر يجري منها. عبد الله السعيد خسر في مركز 10 النهارده، لان انت كان النادي الاهلي في اسوأ حالاته بالذات في مركز خط الوسط ما بين ندفد وما بين عمرو السولية، مع ان عمرو السولية كان ماسك عبد الله السعيد، بس انا شفت لو عبد الله السعيد خد خطوتين لقدام كمان ولعب مركز 10 كان هيأدي احسن ما هو ادى النهارده. والزمالك ما لعبش كوره ولا الاهلي لعب كوره، بس الافضل فاز. وقال هميدو قبل كده، قال ان احنا جمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك بننهزم نفسيا قبل المباراه حتى لو احنا كويسين، وعشان كده احنا بننهزم معظم الوقت من النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده قدر يسير امور المباراه رغم ان هو في اسوأ مستوياته. كولر بتغييراته في الدقيقه 70 بالذات لما النادي الزمالك وقع بدنيا قدر كولر يغير تغييرات. معنى صح انا شايفها ان ممكن في مجموعه منهم ما ادوش، بس الزمالك هو اللي تعب بدنيا، عشان كده تحول النادي الاهلي من استقبال اللعب الى الهجوم. وبعد كده امام عاشور احرز الهدف الاول، ويجي قفشه اللي كان على طول هي بتضيع منه وبيشوطها بره في المدرجات. بس النهارده سبحان الله ولحسن الحظ ان قفشه يشوط كوره تخبط في فتوح في رجله وتروح بعيد عن محمد عواد. عايز اقول لك احصائيه المباراه اصلا ان النادي الاهلي شاط تسديدتين على المرمى، الاثنين دخلوا جول. هتقول لي طب ما عواد ما عملش حاجه؟ بالعكس هقول لك ان هم التسديدتين الوحيدين اللي سددوا على مرمى الزمالك النهارده، وقدر النادي الاهلي يحرز لقب كاس مصر. وقدر النادي الاهلي النهارده ان هو يحسم الجدال في تعادل الفريقين في كاس مصر بعد ما فاز 9 هنا و9 هنا. قدر النادي الاهلي ان هو يفوز 10 ونادي الزمالك يفوز 9، وكده يحسم الجدال حتى في الاهداف حتى في التعادلات. ونادي الاهلي النهارده يحسم كل البطولات الممكنه. النادي الاهلي النهارده هو نادي القرن الافريقي والنادي الاول في مصر والنادي الاول عربيا. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لامام عاشور احسن لاعب في المباراه، مبروك لكولر، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للمرحوم العمري فاروق رحمه الله عليه، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ما تنساش اللايك والفولو، بشكركم.